انت مش معنى انك لقيت زنجي قصدي قزم قز يبقى انك انت انت كده وصلت وصلت. طب للبر. هي دي اسمها واوات ولا ابواوات ولا جميع مسميات النوبة من تحت. لما تيجي حضرتك في البحث اللي انا عامله في كتاب ترميم التاريخ والمسميات دي مالهاش علاقة بالحبشة نهائي نهائي. ما تقوليش النهارده حضاره الحبشه مؤثره، لا انا المؤثر بلا فخر ولا بلا غرور، لان لم يوجد حاجه اسمها الحبشه. عشان نعرف حضاره الحبشه اللي هي النهارده بلد اثيوبيا، ودي برضه بلد شقيقه افريقيه، بس احنا بنتكلم تاريخ فلازم نكون عادلين وواقعيين. حضاره حضرتك ابتدت تظهر للتاريخ الافريقي لما بعد يعني الاسره 25 المصريه اللي هي نهايه حضاره كوش. مم. أستاذ أحمد السنوسي، يعني عايزين برضو نوضح قبل ما نكمل كلامنا إن الكتاب بتاع حضرتك اللي هو ترميم التاريخ هو نازل على النت، متاح لأي شخص انا ممكن منزله على يطلع عليه. يعني هو انا مقسمه لا لحوالي يباع 6 ولكنه حوالي موجود على 18 النت. جزء منزله. يعني أي حد ممكن يطلع عليه نعم مجانا، ليس نعم. له أي مقابل يعني. لا. طب هننتقل بقى لكلامنا عن مراكب الشمس. نعم. وليه سميت بهذا الاسم طالما أنها على الأرض وخاصة بالملك خوفو؟ لا ايه سبب، يعني ايه سبب اطلاق او ظهور ليه؟ هذا لان دي برضه ترجع انا ما اعرفش مين اول ما اطلق عليها مركب الشمس. يعني ليه اشمعنى مركب الشمس؟ يعني اول واحد اطلق عليها مركب الشمس دي انا ما اقدرش احدد لك مين، بس اللي انا اقدر اعرفه حسب الدراسه بتاعتي ان بعد ما المرحوم كمال الملاخ اكتشف هذه المدرسه فجت في الجرايد، هو اساسا برضه كان صحفي في جريده الاهرام، فقعدوا يتكلموا عن مراكب الشمس مراكب الشمس. انما اللي انا اقدر اقول عليه ان طبعا بدايه ظهور الحضاره المصريه القديمه على يد الفرنسيين، وهم طبعا اللي جم مع نابليون بونابرت كانوا حسب الكلام الموثق التاريخي انه كان 4000 عالم وباحث في الحضاره المصريه القديمه، من ضمنهم دينون الفرنسي. لان دينون ده كان استاذ التاريخ الاوروبي في الجامعه الفرنسيه اللي هي جامعه السوربون، وهو ده اللي اختاره نابليون بونابرت انه ينزل مصر ليتوغل في هذه الحضارات. فنبعد عن الشق السياسي ونخش في الشق الحفريات. لقوا صور في مناطق مقابر الله أعلم على برديات. وعلى فكرة الفرنسيين أول ما بدوا حفريات يقال إنهم لقوا أكثر من 40,000 ورقة بردي. يعني ما يمكن كل ما بيتكعبل في حتة أي واحد منهم بيلاقي ورقة بردي. بس طبعا ما كانتش المعالجة منهم أوراق ضاعت تماما، يعني اتفرولت. طبعا. وفي اوراق تم معالجتها، ولغايه النهارده المعهد الالماني على فكره برضه سواء كان في فرانكفورت ولا برلين بيعالج هذه الاوراق البرديه. المهم انا على ما اعتقد انهم لما شافوا الصور بتاعت مراكب الشمس دي وعليها لا المراكب على الجدران الحائطين وعلامه الشمس والخروج الى الشمس فسموها مراكب الشمس. لكن انا النهارده عشان اتكلم عن مراكب، انما هي ما لهاش اساس علمي، ما فيش اي نص مصري يقول لك مركب الشمس. لكن في العالم الاخر في معنى شبيه وهي مركب رع. ورع اللي هو الشمس، اللي هو الاله رع اللي هو الشمس، ده بيسموها مركب. طب دي مركب رع اهو، ده رع اهو، دي مركبته الخاصه. مركبته اذا دي خلاص. طب مركب خوفو بقى مالها ومال الشمس؟ يبقى دي مركب خوفو مش مركب. صحيح هو استخدم، يعني انا هقول لك على حاجه. نفرض ان ابنه الملك جيلف رع اللي هو انتقل اليه السلطه بعد موت الملك خوفو، ان احنا بنقول عليه خفرع يعني. لا جيلف قبل خفرع على طول. قبل هو حكم مدة 8 سنوات بس للاسف الشديد، وليه ارم مهدم في منطقه ابو رواش. فالمهم يعني نسينا فاذا المركب دي النهارده لما الالمان ابتدوا يعملوا بيت السفينه الموجوده عند الهرم، فابتدوا يحللوا هذا الخشب لقوا انها فعلا مشيت في ميه النيل، اي استخدمت لاغراض اخرى. قد يكون الملك متجولا الى الجنوب او مبحرا الى الشمال، المها استخدمت في النيل. فلما مات حطوا التابوت بتاعه لينتقل من القصر الى مكان المدفن الابدي وهو الهرم. ثم بعد ذلك ابنه اللي هو جيلف رع جه فكك المركب دي وحطها. طب المركب دي اسمها ايه؟ اسمها حضرتك ديبت في اللغه المصريه القديمه. اي مركب باللغه المصريه القديمه اسمها ديبت. يبقى اذا لما اجي انا ادرس موضوع المراكب
زي ما بقول لحضرتك دايما كل حاجة ناخدها من الجذور. مم. ايه هي انواع المراكب اللي عندي؟ فلقيت في جميع النصوص، والله اعلم على كل حاجة، لقيت نوعين من المراكب لهم مسميات حضارية عندي. في مركب اسمه ديبت، والديبت دي ممكن تكون ديبت نتر، مركب إلهي، مم. واخد بالك، وممكن تكون مركب إنسان اللي هي بيسموها الديبت عادي. ممكن تستخدم لنقل الإنسان وممكن تستخدم للملك، بس هناك اختلاف طبعا ما بين مركب الملك اكيد. ومركب زي النهارده مثلا. يعني النهارده مثلا من علي تقاوم او رئيس الجمهوريه راكب لي عربيه كابريس غير كلاسيك، اي شخص المواطن عادي. الثاني يا عيني 128. مم. فدي ما دي مالهاش علاقه. بس انا ما بشوف العربيه دي بقول ايه؟ عربيه الرئيس فلان او الوزير فلان، ما بقولش مم. انها مرسيدس، لا بقول دي بتاعه فلان. يبقى اذا المسمى الصح ليا في المركب لا دي مركب خوفو. مم. ما اقدرش اقول عليها مركب الشمس، لها نزلت الميه وتم استخدامها في الميه، وقد يكون الملك قد استخدامها في النزهه ما بين اقطار الدوله المصريه. بعد ما مات ابنه جه فكها وحطها في المكان وضعها بتاعه. في مالها المكان. ومال الشمس؟ ملهاش مالهاش علاقه بالشمس. اه. انما مراكب الشمس دي بقى، او فكره الشمس زي ما قلت لحضرتك، يمكن لما شافوا على الجدران بدون قراءه الشمس النصوص مع المركب. مع المراكب، وكانش لسه ساعتها ظهر حاجه اسمه شامبليون وترجمه اه. الحروف المصريه القديمه كان لسه وهكذا، اللغة فبيسموها مجهولة. مركب شمس. مم. طيب حضرتك اتكلمت في الكتاب عن اخناتون وعقيدة التوحيد ولا ما كانش موجود في؟ لا دي في جذور الديانه المصريه القديمه، في جزء مم. برضه عامله اسمه جذور الديانه المصريه القديمه، واثبتت برضه بفضل الله انها بجميع المقاييس كانت ديانه توحيد. مم. يعني هي من قبل اخناتون. من قبل بل يعني ليس بل يعود أخناتون. الى ما قبل عصر الطوفان. يعني ليس أخناتون هو أول متأسف. من دعا إلى التوحيد في مصر. لا وده كله طبعا مثبت عند حضرتك شيء طبيعي. بالدلائل هقول لي حاجه، ما معنى كلمه اتون؟ يعني الذين يتفلسفون بالديانه الاتونيه، يا ما معنى هي اتون؟ الشمس. لا، اشعه الشمس حضرتك. آه. الشمس تسمى رع، والاشعه تسمى اتون. يعني كلمة أتون باللغة المصرية القديمة هي أشعة ثم الشمس. حضرتك انت لو دخلت مقابر دلال عمرنا، انا مستعد ادخلك مقابر دلال عمرنا الشمالي وجنوبي وهوريك النصوص تخص الاله امون. يعني اذا اخناتون ما كانش زي ما انت فاكره انه ضد الاله امون قوي، قد يكون ضد كهنه امون او بعضا من كهنه امون، لكن ليس ضد الاله امون. لكن دي مش مشكلتي الالهيه انا دي، لان برضه من ترميم التاريخ انا في الهه مصريه قديمه ما بعترفش بيها اساسا ولا لها اي صحه عندي في صحيح التاريخ المصري القديم. يعني لكن هنتكلم عن حته الاتون. الاتون دي اولا حضرتك انا لو دخلت في نصوص الاهرامات هلاقي مكتوبه اتون اشعه الشمس، وهنلاقيها في هرم الملك اوناس. طيب تحتمس الثالث اعظم ملوك مصر، باني الامبراطوريه المصريه الاولى والاخيره للاسف الشديد في تاريخنا، هلاقي المركب العظيمه اللي هو كان بيركبها اللي هي دي بتورد المركب العظيم. عارفه كان اسمها ايه حضرتك؟ مركب اتون. يعني اذا اتون مش اختراع، مش وليس اخناتون منادي بالتوحيد، لكن كجلال ملكي يمكن اول ملك يتحدث عن التوحيد كملك. لكن التوحيد موجود في مصر، بقول لحضرتك في عصر ما قبل الاسرات، ده ممكن نرجعها تاريخيا وتاريخيا لعصر النبي ادريس عليه افضل الصلاه والسلام، واول من خط بالقلم. ولدرجه انا بعت اسئله كتيره جدا لمعاهد علميه كتيره جدا يحللوا لي ما معنى كلمه الزشبت اللي عامله هيصه عندي انا شخصيا، وزشبت معناها كتب السماء. بعدين بس لا حضرتك يعني واحد ياخد له كلمتين ينشر في مقال هنا ينشر مقال هنا، لا في كلمات مصريه قديمه انا عايز لها تحليل. كلمه حج ادي نص، وفرقي ما بين حج وحج، عشان حج معناها حجار يعني جدار، زي ان بحج ده الجدار الابيض، لكن حج يعني ايه؟ يعني حضرتك في الكتاب في ايضا جزء خاص باللغه جذور الديانه المصريه القديمه وهي ديانه التوحيد. نعم. لا وبالنسبه ايضا لبعض يعني اصول اللغه، اصول الكلمات طبعا المصريه موجوده جدا زي الصيام والصلاه. لا طبعا هقول لك على حاجه، يا علماء الاثار جميعا حللوا لي معنى جماعه الصبا.